تشهد تحولا مثيرا اليوم، فقرارات تشابي ألونسو الأخيرة قد تغير مستقبل ثلاثة من أبرز المواهب في ريال مدريد بشكل جذري. من المذهل حقا كيف يمكن لقرار واحد أن يؤثر على مصير إبراهيم دياز، رودريغو وسيبايوس في النادي الملكي. خاصة عندما نتحدث عن إبراهيم دياز الذي سجل 8 أهداف في 22 مباراة الموسم الماضي، وهي إحصائيات تظهر تطوره الملحوظ. وما يلفت النظر أن نسبة تمريراته الناجحة وصلت إلى 87%، وهو رقم استثنائي للاعب في مركزه. بالضبط، ورودريغو أيضاً أثبت نفسه بشكل لافت، خاصة في دوري الأبطال حيث ساهم في 12 هدفاً خلال الموسم الماضي، وهذا يجعل قرار ألونسو أكثر تعقيداً. ولكن كيف سيؤثر ذلك على خطط النادي في سوق الانتقالات؟ حسناً، وفقاً للتقارير الأخيرة فإن ريال مدريد قد يحتاج لإنفاق ما يقارب 150 مليون يورو لتعزيز الفريق إذا قرر الاستغناء عن أي من هؤلاء اللاعبين. وهذا يعني أن القرار سيكون له تأثير مباشر على ميزانية النادي وقدرته على المنافسة في سوق الانتقالات. أما سيبايوس فقد شارك في 75% من مباريات الفريق الموسم الماضي، وأظهر تحسناً ملحوظاً في معدل استعادة الكرة. نعم، ولا ننسى أن متوسط تمريراته الناجحة في المباراة الواحدة بلغ 45 تمريرة. وعندما نقارن هذه الأرقام مع أداء لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني، نجد أن سيبايوس يتفوق على 80% من لاعبي مركزه. ومن المثير للاهتمام أن نشوف كيف حيتعامل ألونسو مع هذه الإحصائيات في قراراته، خاصة وأن النادي يواجه منافسة شرسة من برشلونة الذي حقق نسبة استحواذ 65% في الموسم الماضي. وهذا يخلينا نفكر في التوازن المطلوب بين الخبرة والشباب في تشكيلة الفريق. بالتأكيد، خاصة أن متوسط أعمار الفريق حالياً هو 26 عاماً، وهو ما يعتبر مثالياً للمنافسة على جميع البطولات. ولكن علينا أن نتذكر أن ريال مدريد فاز ب14 لقباً في دوري أبطال أوروبا بفضل مزيج من الخبرة والشباب. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة: كيف سيؤثر قرار ألونسو على فرص النادي في المنافسة على اللقب ال15؟ من المؤكد أن القرار حيكون له تأثير كبير على مستقبل النادي في المنافسات الأوروبية. في النهاية، أعتقد أن نجاح هذه القرارات سيعتمد على قدرة ألونسو على تحقيق التوازن بين الطموحات الفنية والواقع المالي للنادي. وسيكون من المثير متابعة تطور هذه القصة في الأسابيع القادمة. شكراً لمتابعتكم، نلتقي في حلقة قادمة مع المزيد من التحليلات الرياضية المعمقة.